ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض واحده من اسهل والذ وابسط الحلويات المصريه. هنعمل مع بعض طاجن ام علي بطريقه حلوه جدا جدا جدا، طريقه كمان هننافس بيها المحلات. ام علي من التحليات البسيطه اللي كمان ما بتاخدش في تحضيرها ربع ساعه، تتعمل بسرعه جدا جدا جدا، وكمان مناسبه قوي في الجو الساقع اللي احنا فيه ده. بتدفي جدا وهي بتتاكل سخنه، كمان بتبقى حلوه جدا جدا، وبجد طعمها حلو، طالعه كريميه قوي وحلوه جدا. طريقتها سهلة وبسيطة زي ما قلنا. ولو انت اول مرة تشوفيني، انا رحمة فراج ودي قناتي. ما تنسيش تعملي اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الاشعارات عشان يوصل جديد بنزله. بصوا بجد شكلها حلو قوي ازاي، بصوا كريمية جدا وحلوة جدا ازاي. بجد ريحتها وطعمها كانت حلوة قوي قوي قوي. بصوا كريمية وحلوة قوي ازاي. والسر في حاجة واحدة، في طريقة تحضير اللبن والمكونات اللي عليه. بصوا شكلها حلو قوي ازاي، بجد من جوه كان طعمها حلو جدا وريحتها حلوة قوي قوي قوي، احسن من المحلات بكتير. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير عاملين ازاي. اول حاجة هنحضر الحلة اللي هنحطها على النار مع بعض، وحطيت فيها معلقة كبيرة من النشا، وعليهم معلقة كبيرة من الكريم شانتيه البودر، وكيس من الفانيليا، ومعلقة كبيرة من السكر حسب الرغبة طبعا السكر، ومعلقة كبيرة من اللبن البودر. هنقلبهم كده كلهم مع بعض بالشكل ده. وكان معايا نص لتر من اللبن، حطيت حبة كده وهنبدأ نقلب زي ما احنا شايفين. وبعدين هبدأ انزل بكمية اللبن كلها، هنقلب كده وهنرفعه على النار مع بعض. اول ما يبتدي يغلي معانا هطفي عليه. ومعايا هنا مكعب كمان من الزبدة، هنحطهم على النار وهنرجع نحضر بقية المقادير مع بعض. معايا هنا عجينة الباف باستري، ومعايا جوز هند محمص وابيض بالشكل ده، ومعايا زبيب، ومعايا بندق مجروش. هنبدأ نحضر الطواجن اللي احنا هنعمل فيها، ونكسر العجينة كده بالشكل ده. لو مش متاح عندي عجينة الباف باستري، بجيب الكرواسون بحمصه في الفرن وابدأ ان انا اكسره، برضو بيطلع حلو جدا جدا وبيديني نتيجة حلوة قوي. هنكسرهم بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وبعدين هبدأ انزل بالجوز هند عليهم بالشكل ده، والزبيب والبندق او اي مكسرات موجودة عندك، ممكن كمان تحطي سوداني بيبقى حلو قوي بالشكل ده. وهنا جبت اللبن معايا بعد ما غلي معايا على النار، هنبدأ ننزل بقى كده بيه على الطواجن بالشكل ده. هنملاها كويس قوي. لازم يكون اللبن سخن معايا قوي كده. بصوا كمان قوام اللبن حلو قوي ازاي، مش خفيف قوي. معلقة النشا ومعلقة الكريم شانتيه اديته سمك شوية، بتخليه طعم حلو قوي وكريمي قوي. ودي هنا قشطة بلدي متقطعة زي ما احنا شايفين. لو انت عندك القشطة بتاعت وش اللبن برضو هي بتنفع قوي. هتحطيها كده على الوش من فوق، تدينا التحميصة واللون حلو قوي، وكمان طعم حلو جدا للأم علي. بكون مولعة معايا شواية الفرن، مش محتاجة ان اولع الفرن، هي الشواية بس. وهنا الطواجن جاهزة معايا، انا هكون مولعة شواية الفرن، هو مش محتاج فرن، يدوبك الشواية القشطة تسيح وتاخد اللون الذهبي الحلو. احنا اللبن جاهز معانا وعجينة الباف باستري مستوية معانا، وبيطلع معايا بالشكل الحلو ده. بجد ريحته كانت قلب البيت لما اتحط تحت الشواية وبدأ يتحمص كده، ريحته كانت حلوة جدا جدا جدا. بجد احلى من المحلات بكتير، طبعا اضمن واحسن واوفر.
بجد طعمه كان حلو قوي. بصوا شكله حلو قوي ازاي لما خد التحميصه. وقلنا مع بعض لو مش متاح عجينه الباف باستري هنجيب الكرواسون اللي بيتباع في الفرن عادي، هنكسره ونحمصه في الفرن وتشتغلي بيه في الطواجن على طول، وتحطي عليه زبيب وجوز هند وسوداني المتاح عندك، وهتعملي بيه احلى طاجن ام علي في ربع ساعه. كلنا بنحب الحلويات السهله والسريعه اللي ما بتاخدش اي وقت، وبجد دي مش هتاخد اي وقت منك في تحضيرها، وبكده تكوني عملتي حاجه سهله وسريعه وبسيطه، وكمان ريحتها هتقلب البيت من كتر حلاوتها، وطعمها حلو جدا جدا جدا، يمكن احلى من المحلات بكتير قوي، وانضف كمان واضمن. بجد جربيها هتعجبك قوي. يلا نشوف شكلها من جوه عامل ازاي. بصوا حلوه قوي وكريميه بجد ازاي، حلوه كمان القشطه اديتها غناوه واديتها طعم ولون وتحميصه حلوه جدا جدا. بجد طريقتها حلوه وسهله. بصوا كده بالشكل ده. بصي كريميه واللبن بتاعها كتير وحلوه قوي ازاي. الطاجن ده بتاعي بقى انا بحب لبنها يكون قليل، بحب احس بطعم المكونات اللي جوه اكتر من اللبن. بصوا طلع حلو قوي برضو. طبعا خطوة اللبن دي زي ما تحبي، عايزة تزودي تقللي براحتك، انا بحبه كده اللبن بتاعه قليل، لكن عملت الباقي طبعا لبنها كتير بالشكل ده. طلعت حلوة جدا 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 برضو. لو الفيديو عجبك واستفدتي ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الاشعارات عشان يوصلك اي جديد بنزله.